بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. سلام ونعمه لكل الحبايب. بنكمل كلامنا على العاده الساديه، والنهارده بنتكلم عن عيد الميلاد. سؤال: هو عيد الميلاد امتى؟ يوم 7 يناير ولا يوم 25 ديسمبر؟ وهو مش المفروض يكون يوم 1 يناير باعتباره اول يوم في السنه الميلاديه؟ انهي يوم فيهم؟ الحقيقه عيد الميلاد حسب كنيستنا ميعاده ثابت، هو يوم 29 كيهك. ده التقويم اللي احنا بنحتفل، وده حسب تعليم الرسل في الدسقلية باب 31. الرسل قال كده: احفظوا الأعياد بكل اجتهاد التي منها عيد ميلاد الرب الموافق اليوم 25 من الشهر التاسع للعبرانيين، اللي هو كان يوافق 25 ديسمبر، الموافق اليوم 29 من الشهر الرابع للمصريين اللي هو 29 كياك. وكان العالم المسيحي كله بيحتفل بعيد الميلاد في نفس اليوم 25 ديسمبر 29 كياك. الكلام ده لغاية سنة كام؟ 1583. في الزمن ده البابا جريجوري 13 بابا روما لقى ان في اختلاف فلكي في التقاويم. ده تقويم شمسي اللي هو ديسمبر، وده تقويم نجمي اللي هو كياك. كان في اختلاف في التقاويم، عمل تعديل بسيط، اصبح في اختلاف حوالي 10 ايام. من هنا بدأ الاختلاف، وكل 128 سنة يختلف يوم، فاصبح 25 ديسمبر لوحديه، أصبح 29 كياك يوافق حاليا 7 يناير. بغض النظر عن كام يناير، احنا بنحتفل يوم 29 كياك. وعشان تبقوا متأكدين حبايب من دقة التقويم اللي ماشية بيه الكنيسة باعتباره أقدم التقاويم، يكفي إن احنا نعرف إن بالتقويم ده لغاية النهاردة الشمس بتتعامد على تمثال وعلى رأس رمسيس الثاني في معبده مرتين في السنة، يوم 22/2 و 22/10 عيد ميلاده وعيد جلوسه، بحسابات نفس التقويم النجمي ده. وده بيدل على مدى دقة التقويم النجمي اللي كنيستنا بتعتمد عليه في حسابات كل أعيادها، وهو في منتهى الدقة. عيد الميلاد بالنسبة لنا في الكنيسة هو يوم 29 كيهك، أيا كان يوافق كام في التقويم الميلادي. ربنا يدينا نعمة وبركة، له كل مجد وكرامة إلى يوم الأبد. آمين.